صن داونز السنه دي هو صاحب الفضل على النادي الاهلي، او هو تميمه الحظ بتاعت النادي الاهلي. صن داونز كسب النادي الاهلي 5، لكن صن داونز هو صاحب الفضل على النادي الاهلي في حاجتين. ممكن الناس ما تكونش واخده بالهم غير من حاجه واحده، وهي اول حاجه هي صعود النادي الاهلي لنهائي بطوله افريقيا. ان شاء الله تتم بعد النادي الاهلي ما يكسب الترجي في القاهره ويصعد لنهائي بطوله افريقيا، بعد ما النادي الاهلي كان شبه خارج من البطوله، وكان هيبقى يصعد النادي صن داونز ونادي الهلال السوداني. لكن بفضل صن داونز قدر يتعادل مع الهلال السوداني في اخر ماتش 1-1 وصد ضربة جزاء في اخر دقيقة، عشان النادي الاهلي يلاقي نفسه وصاعد لربع نهائي بطولة افريقيا. وطبعا النادي الاهلي ما بيتوصاش، النادي الاهلي مستواه بيرتفع بعد توالي الادوار، والنادي الاهلي ان شاء الله يكون في نهائي افريقيا، وده بسبب فضل الاول لصن داونز. تاني حاجة، بشوف ان صن داونز غير فكرة كولر عن التدريب مع النادي الاهلي. كولر كان مدرب مندفع جدا، كنا بنشوف كولر في ماتش اللي كان صن داونز في القاهرة كان كسبان 2-1، وكان يقدر يدافع ويحافظ على الهدف، فرق الهدف ده، لكن اندفاعه قدر يخلي صن داونز يقدر يتعادل مع النادي الاهلي في القاهرة. وده الماتش اللي كان ممكن يخلي النادي الاهلي بره البطولة، لكن لسوء يعني لحسن الحظ النادي الاهلي قدر يوصل النهائي بطولة افريقيا. لكن الماتش اللي بعده خسرنا من سان داونز 5-3، وده برضه ما كانش كولر لسه اتعلم من اخطائه، ان هو فضل فتح خطوطه، فضل يهاجم، والنادي الاهلي عنده بطء شوية في الدفاع. النادي الاهلي كان نادي مندفع جدا هجوميا طول 90 دقيقة، ومفيش نادي في العالم بيعمل كده. حتى مانشستر سيتي دلوقتي جوارديولا بقى بيدافع بثلاث لعيبة. فبشوف ان كولر غير فكرة، يعني غير وجهة نظره عن تدريب مع النادي الاهلي، وبقى مدرب متحفظ شوية. بعد ما بيجيب جون بنشوف النادي الاهلي يعني بيرجع للدفاع وبيلعب على المرتدات، وبقينا بنشوف النادي الاهلي في ماتشات كتيرة خصوصا مع بيراميدز بيسيب الاستحواذ لبيراميدز عادي، بيسيب الكورة للفرق التانية، وده مش مقبول للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيحب يمسك الكورة، بيحب يستحوذ على الماتش، بيحب يغير رتم الماتش، بيحب يتحكم في رتم الماتش. لكن كولر غير رأيه جدا وغير فكرته مع النادي الاهلي وغير خطته بعد الخماسية من سان داونز. شفنا النادي الاهلي قوي دفاعيا. النادي الاهلي بعد الخماسية من سان داونز ما دخلش في مرماه ولا جون في افريقيا، ولا دخل مرماه ولا جون في الدوري، غير هدف وحيد كان في الكاس قصاد بيراميدز. وده نتيجة ان كولر بدأ يتحفظ جدا، وبدأ يبقى عنده وعي تكتيكي، وبدأ يبقى مدرب منضبط، وبدأ يبقى فيه توازن بين الهجوم والدفاع. ما عندناش بنشوف النادي الاهلي مندفع جدا لقدام، ما عندناش بنشوف النادي الاهلي فاتح خطوطه، ما عندناش بنشوف دفاع النادي الاهلي مستباح. كنا شفنا فترة من الفترات الشناوي كان مستواه مهزوز جدا وكان مستواه سيء، ولكن بعد الخماسية من سان داونز قدر ان كولر يغير وجهة نظره. ودي مش عيب جدا، دي حاجة تحترم في المدرب، ان هو بقى عنده مرونة تكتيكية. بنشوف جوارديولا اكتر مدرب مندفع في التاريخ، لكن اخر سنتين مع مانشستر سيتي بنشوف ان في فرق عادي بتمسك الاستحواذ منه. بنشوف برايتون جراهام بوتر كان بيمسك الاستحواذ منه، بنشوف ليفربول بيمسك الاستحواذ، بنشوف ارسنال بيمسك الاستحواذ. وشفنا اخر ماتش بين ارسنال ومانشستر سيتي ان ارسنال هو اللي كان ماسك الاستحواذ، لكن مانشستر سيتي كان هو اللي بيلعب على المرتدات. كنا بنشوف هالاند بيسقط ودي بروين هو المهاجم، وشفنا اللقطات دي بمرتدات قدرت مانشستر سيتي تخلص على الماتش وتخلص على ارسنال، وتبقى هي اللي تقترب من بطولة الدوري الانجليزي. فده اللي عجبني في كولر، ان مش عيب ان انا اغير خطتي، مش عيب ان انا اتعلم من اخطائي، العيب ان انا اتمادى فيها. فبشوف ان صن داونز ليه الفضل للنادي الاهلي، ليه الفضل على النادي الاهلي، ان هو صعد النادي الاهلي، او بسببه النادي الاهلي صعد للدور النهائي لبطولة افريقيا، وان شاء الله تبقى البطولة ال11 باذن الله. وبرضه غير فكر الكولر ان من الاندفاع للتوازن، وشوفنا النادي الاهلي بقى صعب جدا يجي في جون. ما شاء الله على خط الدفاع، ما شاء الله على كولر، ما شاء الله على النادي الاهلي. وان شاء الله نختمها السنه دي بالبطوله ال11.